أهلا بكم من جديد مع فيلم جديد. بيبدأ فيلم النهاردة مع بنت اسمها فرانك، وبنشوفها وهي موجودة في حلبة القتال وبتسأل على واحد اسمه جاك، وبتستغرب لما بتشوف جاك بينسحب لما بينزل قصاده مصارع تاني اسمه دالتون، وبيكون واضح ان الكل خايف منه جدا، فعرفت انه اكيد مقاتل شجاع. وبعد ما خرج من الحانة خرج ورا جاك وطعنه بالسكينة في بطنه لأنه تسبب له في خسارة $50. وبعد ما طعنه هرب من المكان، وجت فرانكي وعرضت عليه يشتغل معها حارس للحانة بتاعتها مقابل $5000 في الأسبوع الواحد، يعني $20,000 في الشهر. ورغم ان المبلغ ده مبلغ ضخم الا ان دالتون رفض العرض، وقبل ما يركب عربيته بتكتب له فرانك رقمها على ورقة علشان لو رجع في كلامه في يوم يكلمها. وبعد ما اخذ منها الرقم ركب عربيته وتحرك بيها على محطة القطر وحاول ينتحر، لكن الحظ وقف في صفه وما حصلوش حاجة. وفي اللحظة دي قرر يكلم فرانك ويقبل عرض الشغل. وتاني يوم بيوصل لمدينة جلاسكي، والمدينة دي بتكون مدينة سياحية وجميلة جدا، لكن للأسف مليانة عصابات وتجار مخدرات. وفي أول ما وصل دالتون استقبلته طفلة في سن المراهقة اسمها تشارلي، ومن اللحظة دي بقوا أصدقاء مقربين. وآخر اليوم في الحانة دخلوا مجموعة من اللصوص وبدأوا يضايقوا كل اللي موجودين في المكان، فقرب منهم دالتون وسأل الزعيم بتاعهم على اسمه، فقال إن اسمه ديل وإذا كانت الموتوسيكلات اللي بره دي بتاعتهم ولا لأ. فقالوا له إنها فعلا بتاعتهم، فخرج دالتون بره وهم خرجوا وراه وخافوا أحسن يكسر لهم الموتوسيكل، ولما حاولوا يوقفوه غلطوا فيه فنزل فيهم ضرب كلهم، وبعدها أخدهم للمستشفى. وهناك كانت موجودة دكتورة اسمها إيلي، ولما شافت رد فعله خرجت وراه وشتمته هي كمان، وأخدت بالها إنه مجروح وجرحه بينزف، فأجبرته يدخل المستشفى تاني وعالجت له جرحه، وكان واضح إن في بينهم نظرات إعجاب. وبعد ما رجع تاني للحانة شكرته فرانك على رد فعله وحمايته للمكان، ودفعت له أول دفعة من المرتب، وكمان سمحت له ينام في المركب بتاعها لحد ما يلاقي مكان تاني يعيش فيه، وحذرته من التمساح المفترس اللي موجود في النهر. وفي المشهد اللي بعده حلم دالتون حلم مزعج، وشاف نفسه هو في حلبة المصارعة، وفجأة صحى من النوم مفزوع على صوت عاملة الحانة لورا، وقالت له إنها جايبة له الفطار. وأول حاجة بيعملها بعد ما بيصحى من النوم هو إنه بيروح يشتري كتاب من محل الكتب بتاعت شارلي. ووقتها شافت تشارلي مجموعة مجرمين بيكسروا إزاز المحل اللي قصدهم، فخرجت بدون خوف وزعقت لهم وطلبت منهم يمشوا من هنا، فضحكوا عليها، وقبل ما يقربوا منها شافوا دالتون واقف وراها فخافوا منه وهربوا من المكان بسرعة. وبعدها قعد جنب تشارلي وعرف منها إن حياتهم المادية مش أحسن حاجة، وباباها بيضطر يشتغل شغلانة تانية علشان يقدر يصرف عليها، وكمان هي ما كملتش تعليمها بسبب كده. والأول مرة بنشوف زعيم عصابة المدينة اللي اسمه بن، وبيروحوا له أتباعه وبيحكوا له على اللي عمل دالتون في المدينة، فأمرهم يجيبوه من تحت الأرض. واستمر دالتون في حماية الحانة وكمان المنطقة كلها، وكل يوم كان بيضربوا مجموعة من المجرمين، وعلم الشباب اللي في الحانة ازاي يضربوا المجرم في المكان الصح ويتغلبوا عليه ويخرجوا بره. وآخر اليوم شاف ديل وأعوانه بيراقبوه من بعيد، لكنه ما اهتمش ودخل نام، وللأسف حلم بنفس الكابوس مرة تانية. ولما طلع الصبح راح يفطر في المطعم، وهناك شاف إيلي موجودة بالصدفة، فجت إيلي وسلمت عليه وقالت له يخلي باله من التعامل مع الناس هنا لأنهم عدوانيين شوية، وكمان رجال الشرطة مش متعاونين قوي مع الأهالي لأنهم مرتشين وبيخافوا من رجال العصابة. وبعدها فضلوا يتكلموا شوية عن المحار وأنواع الأسماك والكتب المفضلة بالنسبة لكل واحد فيهم، وكان في بينهم نظرات حب وإعجاب متبادل. وآخر اليوم راح لمكتب فرانك وسألها عن الصورة اللي حطها على مكتبها، فقالت له إن الشخص ده يبقى أبوها، وهو قد إيه كان قاسي، وفرحت جدا لما هو مات، والحاجة الوحيدة الصح اللي عملها في حياته هي بناء الحانة لأنها ورثتها من بعده. وفي نهاية الحديث دفعت له مرتب تاني أسبوع. وبعدها خرج دالتون من الحانة أخد باله إن في عربية ماشية وراه، وقبل ما تخبطه كان هو بعد عنها، فرجعت له تاني وخبطته ولقى نفسه في ثانية إلا ثانية فوق العربية، وللأسف وقعت بيه في النهر. وقبل ما تقع فوقه بعد عنها وطلع من المية ورجع المركب علشان يتفاجئ إن ديل مستنيه هناك. وأول ما دخل رفع عليه المسدس وقال له أنت مش بتموت ليه، وعرفه إن اللي حصل من شوية كان من تخطيطه هو، ولو كان مات في حادث العربية كانت هتبان الجريمة على إنها حادث سير. وسحب الزناد، وقبل ما يقتله كان دالتون ضربه ووقعه في النهر، وللأسف جاهد تمسحه وافترسه لحد ما مات. وتاني يوم وصل واحد من رجالة بن وقال له الزعيم عايزك، وطلب منه يركب العربية بدون عنف، ولو منفذش الكلام هيقتله بالمسدس اللي معاه. فرجع له دالتون وكسر له صباعه وقال له لو زعيمك عايز نعرفه إني مستنيه في الحانة، وسابوه مشي. وفي المشهد اللي بعده جات له إيلي وطلبت منه يركب معاها، وأخدته النص المحيط وقعدوا يتكلموا مع بعض. وهناك بدأت تكلموا على نفسها، يعني اتولدت امتى وازاي كبرت وغيره. ومرة واحدة اتعصب دالتون وبعد عنها وقال لها واضح جدا ان ده موعد غرامي، وطلب منها تبعد عنه لانها ممكن تتأذي بسبب وجوده معها. فقربت منه وقالت انا عارفة كل حاجة عنك، وكمان عارفة اللي حصل معاك، وبتعترف له بحبها. وبعد كده بنروح لشخص تاني اسمه نكس،
وبنشوف نكس وهو بيقتحم بيت بن، ولما عرف بن جاله وسأله انت بتعمل ايه هنا وانت مين اصلا؟ فرد وقال له ان والده براندت هو اللي بعته. فاستغرب بن لان ابوه في السجن ومش عارف اي حاجه عن شغلهم. فعرفوا نكس ان ابوه بيقدر يعرف عنه كل حاجه حتى وهو قاعد في السجن جوه. وفي المشهد اللي بعده بنشوف دالتون وإيلي وهم بيرجعوا للشط، وبعدها بينزل من اليخت بيلاقي مجموعه من رجال الشرطه مستنيينه وطلبوا يتكلموا معاه على انفراد شويه. ولما شافتهم إيلي اتضايقت كانها تعرفهم. وبعدها ركب دالتون معاهم العربيه وبدا العمده يهدده وطلب منه يسيب المدينه دي ويرجع للمكان اللي جا منه والا هيندم ندم عمره. وطبعا كل ده ودالتون ما كانش فاهم هو بيقول كده ليه، خصوصا انه شرطي والمفروض انه يساعد في التخلص من المجرمين دول. وعشان كده رد عليه وقال له انه مش هيمشي من هنا غير لما هو يحبه. فضرب العمده ورفع عليه المسدس، وقبل ما يقتله جت إيلي وضربت العمده بالقلم على وشه واخدت دالتون ومشيت. وفي العربيه اعترفت له ان العمده المرتشي ده يبقى ابوها وللاسف شغال لحساب براندت، وبتعرفه كمان ان بن يبقى ابن براندت اللي محبوس في السجن حاليا. وبتقول له انت لازم تهرب من المدينه وتمشي في اقرب وقت ممكن لانهم اكيد هيحاولوا يخلصوا عليك لانك بقيت عقبه في طريقهم، وكل ما يحاولوا يعملوا حاجه انت تدمرها لهم. واخر اليوم راح له بين الحانه وسالوا عن صديقه اللي قتله في حلبة المصارعه رغم انه كان هو الفايز. فتجاهل دالتون الرد عليه وسكت. اما بن فخرج من الحانه وساعتها نيكس كان مستنيه بره، فقرب من نيكس وقال له كسر عظمه لحد ما تخليه يصرخ من شده الوجع. فاخد نيكس مضرب الجولف في ايده ودخل الحانه وبدا يكسر ويدمر في المكان، وهجم على حراس المكان وضربهم وبقى عامل زي الوحش المفترس ودمر الحانه كلها حرفيا. وبدا ينادي على دالتون، فجاله دالتون وقال له عايز ايه، ومره واحده هجم عليه ونزلوا في بعض ضرب هما الاثنين. واستمر الاكشن ده بينهم فتره طويله، وفي النهايه خرج دالتون وساب المكان كله. وساعتها شافته إيلي وسالته انت كويس، لكن ما ردش عليها ورجع المركب وعالج جرحه بنفسه. وقتها راحت له فرانكي وقالت له ان براندت بيعمل كل ده علشان ياخد منها الحانه زي ما قدر ياخد كل المباني دي من اصحابها، وبعدها ياخدها ويهد المدينه كلها وهيبني مكانها منتجع سياحي للاغنياء ورجال الاعمال. وبتعرفوا كمان ان براندت مش معاه فلوس واخد قروض من البنك ورجال الاعمال علشان يبني بيه المنتجع، وعشان كده بتطلب من دالتون يصمد شويه ويتحمل معاهم لان اكيد البنوك مش هتصبر على براندت اكتر من كده، وساعتها يتراجع عن اللي بيخطط له لانه ما عندوش حل تاني. بس برضه دالتون بيمشي وبيقول لها انا خايف فعلا، بس خايف عليهم هم من اللي ممكن اعمله فيهم. وهو خارج لقى المكتبه بتولع وعربيات المطافي بتطفيها، فسالهم فين تشارلي وعرف منهم انه موجوده في المستشفى، وعرف كمان ان اللي عمل كده هو واحد من اتباع بن اسمه بيج. فراح دالتون لبيج وقال له انا عارف انك انت اللي عملت كده في المكتبه. فرد عليه وقال له كويس كده الرساله وصلت. وقبل ما يطعنوا بالسكينه ضربوا دالتون وكسر له رقبته وخلص عليه خالص. وبيرجع تاني ينام في المركب وبيسمع صوت طياره في الجو، فخرج يشوف في ايه. وساعتها لقى مجموعه من افراد العصابه بيهربوا مخدرات بالتعاون مع رجال الشرطه، فقتل واحد منهم واخد شنطه الفلوس وضرب الشرطي على راسه. واخر اليوم راح للعمده وعرفه ان بن خطف بنته إيلي ولو ما رجعلوش الفلوس على الظهر هيقتلها. فوافق دالتون يروح يتكلم مع بن وقال له ان الفلوس هتاخد وقت لحد ما يجيبها، فالافضل انه يروح يتكلم معاه هو الاول. واخد اليخت بتاع إيلي وراح يقابل بن في اليخت بتاعه، واخد معاه قنبله وحطها في اليخت وساله فين إيلي، لكن بن كان كل همه هو فلوسه. وقبل ما يخلصوا كلام كان وصل ناكس. وقتها استغل دالتون الفرصه وفجر القنبله ودمر اليخت وبدا يغرق، والكل هرب ما عدا هو ونزل زي المجنون يدور على إيلي. وقتها كانت إيلي بتحاول تهرب وقدرت تهرب فعلا هي ودالتون، وبعدها خرج وطلب منها تهرب وجا ناكس وحاول يقتله، لكن دالتون كان بيقدر يحمي نفسه منه. اما بن فخطف إيلي للمره الثانيه وهرب بيها من المكان، وقدر دالتون يخلص على ناكس ويقلب بيه المركب، وهو طار ووقع جوه اليخت بتاع بن ومسكته إيلي ونزلت في ضربه. قبل ما يدمر اليخت بيهم هربت منه هي ودالتون ونطوا في الميه. ولما فاق بن لقى نفسه فوق الحانه فنزل من فوق وبدا يهاجم دالتون تاني، وساعتها بنكتشف ان ناكس لسه عايش. وصل للمكان وحاول يقتل دالتون هو كمان، وبدا بينهم اكشن جامد من الاخر وكانهم كانوا في حلبة مصارعه. وفي الاخر مسك ناكس خشبه مدببه وطعنه في نفس المكان للمره الثانيه، وجا بن وقال له اقتله وخلص عليه. فقرب منه ناكس وقتله هو، واتفاجئ ان دالتون واقف وراه وطعنه اكتر من طعنه وقتله هو كمان. ولما جت إيلي انصدمت من المنظر وطلبت منه هي وابوها يسيب المدينه ويهرب بسرعه. وبالفعل استعد دالتون، وقبل ما يركب الباص جت تشارلي علشان تودعه. وقتها والدة تشارلي دخل المكتبه ولقى دالتون سايب لهم شنطه الفلوس علشان يبداوا من تاني لان ظروفهم الماديه فعلا صعبه. وفي مشهد النهايه بداوا الكل يصلحوا المدينه ويعمروها بعد ما انتهى منها الشر، ورجعت المدينه جميله وهاديه زي الاول. وخلص فيلمنا على كده، استنونا في افلام تانية جديده، والسلام.